عاملين ايه يا احلى اخواتي؟ رب تكونوا بخير، وحشتوني ان شاء الله ما تحرم منكم ابدا. ربنا يسعد ايامكم ويفرحكم ويكبر بخاطركم. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا النهارده ما ننساش طبعا نصلي على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وما ننساش طبعا ندعي لاهلنا واخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويشفي مرضاهم ويرحم موتاهم ويدخلهم اعلى الجنات ويثبتهم وينصرهم على عدوهم يا رب. لعل يعني دعوه فينا مستجابه ان شاء الله. النهارده هنعمل ايه؟ يلا الشطوره تقول. النهارده هنعمل مخلل البصل. يعني انا ما رضيتش بصراحه اعمله مع روتين. ليه؟ عشان خاطر يعني ايه، ما اظلمهاش. يعني بحب لما اكون عامله يعني اكله، يعني انا عن نفسي لما عايزه يعني اكله اعملها وتكون واقفه معايا، لما يعني اجي ادور عليها على اليوتيوب بحب ادور على الاكله نفسها. ليه؟ عشان يعني افهمها كويس تمام. لكن لما يعني اشوفها مع فيديو روتين بحس ان ايه، يعني مش بتاخد حقها الوصفه. اول حاجه كده البصل اللي انتوا شفتوه يكون حجم البصله حلو صغير. هتلاقوا بس 3-4 بصلات هما اللي حجمهم كبير. بس معانا حبه البركه، معانا عصفر. ده العصفر ده، والاسود حبه البركه. طب ليه عصفر؟ هتشوفوا يعني العصفر بيعمل ايه في تخليل البصل. ومعايا جزر مبشور. هتلاقوا الجزر المبشور عليه ابيض، ده تلج، عشان انا ببشر كميه جزر وبعبيهم في اكياس وبخليهم في الفريزر، برضو ينفعوا في ساعه تخليل، ينفعوا في حاجات زي كده. طلعت كيس كده من الجزر المبشور وقطعت عليه قرن شطه حامي لونه احمر كده. يعني انت كمان لو عندك هريسه شطه، بس عشان الاولاد يعني مش هينفع طبعا اضيف هريسه شطه. عندي قرن يعني فلفل لونه احمر، رحت قطعته على الجزر. تمام كده تمام. هجيب حله كده على النار اعبيها ميه زي ما انتم شايفين كده، والميه تكون بتغلي زي ما انتم شفتوا كده. يعني خلاص دخلت في الغليان. هبتدي كده اسقط فيها البصل زي ما انتم شايفين. الكميه كلها كان 1.5 كيلو بصل تقريبا كده. هبتدي كده نزلت الكميه كلها اللي معايا بقشره زي ما هو، ولا هقطع راس البصله ولا الجزء التحتاني من البصله، زي ما هي البصله بقشرتها بكل حاجه. تمام ماشيين معايا متفقين؟ بعد ما نزلت الكميه كلها وقلبتها غطى عليه وهسيبها 10 دقايق تغلي غليان تام، يعني غليان جامد 10 دقايق. تمام كده على عين عاليه، لحد ما انت بقى تغسلي مواعينك، تلمي مطبخك، سيبيه مع نفسه يغلي غلوه حلوه كده لمده 10 دقايق وهو متغطى عليه. بعد كده طلعته من الميه بتاعته. ادي ميه البصل. بعد ما طلعت البصل شايفين لونها احمر ازاي، سايباها طبعا تتهوى مع نفسها. وانا خدت كميه البصل بعد ما غلت. هبتدي كده بقى ايه يعني اقشر البصله معايا. طبعا ما تعمليش زيي وسيبي البصل بعد ما تطلعيه من الميه السخنه سيبيه يبرد تماما. انا عشان كنت مستعجله وعايزه يعني اعمله معاكم، عشان كده انا ايه يعني سخنه، ما استنيتش عليه لما يبرد زي ما انتم شايفين كده ماسكاه بالعافيه. طبعا انت ما تعمليش زيي، لا بعد ما تطلعيه من الميه السخنه سيبيه يبرد تماما. هبتدي هنا بقى اقشر البصل. ده اسمه تخليل البصل السريع. خلال 4 ايام 5 ايام تفتحي على البصليه هتلاقيها زي العسل والسكر، وبألف انا وشفا. اللي وصل لحد هنا ولسه ما عملش اعجاب للفيديو انزلي بسرعه يا قلب اختك، اعملي لي احلى لايك من ايدك. ولو انت بتتفرجي عليا ولسه ما ضفتليش احلى اشتراك ومتابعه، انزلي بسرعه دي في اشتراك، في كلمه اشتراك باللون الاسود اضغطي عليها عشان تنوريني في عيلتي التانيه وتكبر بيكي يا قلب اختك. قشرت بقى كميه البصل كلها زي ما انتم شايفين. احنا اديناها غلوه كده على النار لمده 10 دقايق عشان نسوي البصلايه. تمام كده. بعد ما قشرت الكميه كلها واديتها شطفه تحت الحنفيه، يعني بعد ما تقشر كميه البصل كلها افتحي عليهم الحنفيه كده اديهم شطفه. هننزل بقى بمعلقه كبيره كده حبه البركه. تمام معلقه كبيره حبه البركه. هننزل بقى بمعلقه كبيره برده عصفر. هما كانوا معلقه كبيره هننزل بيها كلها زي ما انتم شفتوا كده. نفس الطبق الكبير، يعني في نفس الطبق الكبير اللي احنا يعني سايبين فيه البصل هننزل بايه الخلطه كلها. وهننزل كمان بالكوبايه كبيره جزر مبشور والقرن الفلفل ايه اللي حامي. عندك هريسه شطه تضيفي كمان زي ما انت حابه، بس زي ما قلت لكم عشان الاولاد مش هضيف شطه. هننزل كده بمعلقه كبيره كده حلوه مليانه ملح، وهنقلب الخلطه الجميله الجباره دي كده في قلب بعض. جربيها مش هتندمي. انا عن نفسي كنت ما بحبش اعمل بصراحه تخليل البصل. ليه؟ لان في ناس كتير بشوفها على اليوتيوب وعموما والناس اللي حواليا يقولوا لي لا تخليل البصل بياخد وقت، يعني بتخلل وتغير له بقى ميه عشان ليه ريحه. لكن بصراحه قويت قلبي كده وشفت يعني كذا حد كده على اليوتيوب بيعملوا مخلل البصل السريع ده في 4-5 ايام نفتح عليه
وجمدت قلبي كده وعملته، وبصراحه من ساعتها وانا معتمده بصراحه، يعني على طول بعمله. بصراحه يعني بحب المخلل، يعني وسط الاكل، يعني هو اللي بيبلع اللقمه. بقى مخلل بصل، بتنجان، فلفل، ايا كان بقى اي مخلل هو اللي يعني بيبلع اللقمه. خدنا الكميه كلها بعد ما اديناها تقليبه حلوه بالخلطه، نزلنا ضفناه في البرطمان اللي معانا. طبعا البرطمان نضيف ومتعقم وزي الفل. هننزل بقى بكوبايتين ميه دافيه، يكون الميه بتاعتك غلت وسبتيها تتهوى. ودي نص كوبايه خل، نص كوبايه خل في التخليل البصل. ضيفيها وما تخافيش وجمدي قلبك. نص كوبايه خل، تمام كده. وهنضيف بقى الملح التحقيق بتاعنا، يعني شوفي انت وقلبي كده ملحك، وشوفي ملحك حلو محتاج ملح تاني، شوفي انت ملحك تمام كده. وهنقلب بقى الميه بالملح بالخل اللي احنا ضفناه، وهناخد بقى الخلطه الحلوه دي وهننزل فوق البصل بتاعنا. وهننزل زي ما انتم شايفين كده، نعبي بقى البصل، هنغطي البصل. انا هنا الميه كانت حسيتها قليله، هضيف ميه تاني تمام كده. المهم تغطي البصل، الميه تكون مغطيه البصل. هضيف برضو ميه تاني عشان انا حاسه برضو كميه الميه قليله. اهم حاجه الميه تكون معديه البصل، يعني تعدي كده البصل اللي معايا. وهنقفل البرطمان بتاعنا. انا خللته قبل الوقفه بيوم، يعني ده قبل الوقفه بيوم. انا خللته قبل الوقفه بيوم، انا كنت عايزه اخلل قبل كده عشان ناكل منه اول يوم عيد الاضحى، بس يعني انشغلته ما لحقتش. خللته قبل الوقفه بيوم، بس اكلنا منه ثالث يوم العيد. طب انتي منزلاه دلوقتي عشان كان في فيديوهات بتاعه العيد كنت عايزه انزلها، عشان كده ده يعني اخرت في نزوله. وادي قلبته كده تقليبه بسيطه بعد ما قفلت البرطمان. وادي البصل بتاعنا، وهنسيبه على الرخامه لمده 4 ايام، وتفتحها عليه وهتلاقيه عسل، حاجه كده مسكره وزي العسل. وكفايه ان هو من ايدك، بدل ما انت تشتريه من بره وسعره غلي، وبره بيضيفوا له شطه كتير وبيخلوه مالح جدا. ما تضمنيش مين عامله، عارفه نظافه برطمانك ونظافه ايدك وعارفه كل حاجه حواليكي. لكن اللي بره ما تعرفيش اللي بره مين عامله، كفايه هو من ايدك يا ست الكل. طبعا هيبقى مسكر وزي العسل. زي ما قلت لكم جمدي قلبك واعمليه بالطريقه دي، ان شاء الله يعني هتعتمديه وهيعجبك، عشان ما حدش يقول لي الطريقه غلط. انا شفت يعني كذا حد عامله بالطريقه دي، ولما عملته بصراحه اعتمدته، بقيت على طول اعمله بنفس الطريقه. ان انا كنت بصراحه في الاول بحسه يعني في غلبه وكده، عشان يعني بيتغير له ميه وبتسابه كده. لما جربته بالطريقه دي عجبتني ومعتمداه على طول. وان شاء الله جربيه قبل ما تقولي مش الطريقه دي، وان شاء الله ينال اعجابك. تعالي بقى نشوف بعد 4 ايام شكله بعد ما استوى. يلا بينا. وادي كده بعد 4 ايام من بعد ما انا فتحت عليه، شايفين البصل ازاي تحفه ومسكر ومستوي. اللي هو تمسك البصلات تحسيها يعني فيها قرمشه شويه ومستويه. فاهمين الطريقه دي اللي هو بتاع بره عارفينها، اللي هو تحس البصليه كده مقرمشه وفي نفس الوقت مستويه وملحه مظبوط. وبصراحه تحفه 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 والله. يمكن كمان احلى من اللي انا بجيبه من بره، لان اللي بتاع بره بيبقى مالح ومليان شطه، انت قادره تتحكمي في الشطه والملح بتاعك. ادي البصليه كمان احلى حاجه، البصليه الصغننه دي. يعني حاولي لما تيجي تنقي البصل نقي الحجم اللي انا وريتهولك ده الصغنن ده. شايفين البصليه يعني تطلعيها كده بايدك تتقسم ومستويه وزي العسل. الفلفل الاحمر اللي انا كنت مقطعاه مع الجزر، وادي كمان الجزر المبشور زي ما انتم شايفين كده. وميه الميه بتاعت البصل يعني المخلله، طبعا لونها يعني برتقاني، يعني تحسوها محمر كده، يعني مدي المحمر مع لون برتقاني عشان طبعا الجزر والعصفر اللي احنا ضفناه. احلى طبق مخلل بصل هتاكليه، ولا تقولي لي بقى محل فلان ولا علان، حاجه كده زي السكر والعسل. كفايه ان هو من ايدك يا قلب اختك، حاجه كده تحفه. والجزر المبشور والفلفل الاحمر اللي مقطعينه والعصفر وحبه البركه مديله يعني الميه كده عايزه تشربيها شرب تحفه. ومديله كمان لون كده تحسوا البصليه لونها برتقاني كده حلو جدا. ان شاء الله الطريقه دي تنال اعجابك وهتعتمديها. قومي بسرعه بسرعه هاتي لي كده كيلو بصل وجربيه وجمدي قلبي كده زي كنت اول مره كده جمدت قلبي وعملته بالطريقه دي، وبصراحه تحفه. يلا جمدي قلبك كده وهاتي لي كيلو بصل واعمليه بالطريقه دي، واكتبي لي في الكومنتات ايه رايك في الطريقه دي، عجبتك ولا لا، وان شاء الله تعتمديها وتنال اعجابك. ما قلت لكم من بدايه الفيديو انا حبيت انزل الفيديو ده وحدي مش وسط الروتين عشان ما يظلمش وسط الروتين. انا عن نفسي لما ببقى عايزه وصفه اكل كده بحب ادخل اشوفها وحدها مش وسط روتين. ليه؟ عشان خاطر يعني اخدها
يعني بكل تفاصيلها. تمام كده. لما بتقف معايا اكله وعايزه اعملها بكتب على اليوتيوب وبينزل لي كذا فيديو وبتفرج عليه، كلنا بنتعلم من بعض، محدش يعني طالع من الدنيا دي يعني جاي يعني بريفكت وشاطر، كلنا بنتعلم من بعض. اي حد دخل نورني جديد في عيلتي التانية ربنا يكبر بخاطره ويسعده ويفرح قلبه. اسيبكم بقى في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.